السلام عليكم لي في ان شاء الله تكونوا ملاح. معكم ام سيري من قناه يومياتي. اذا اول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس هكا باه يوصلكم كل جديد. اليوم لي في راح نديروا ان ديسير ساهل بزاف وبنين، انا نموت عليه. راح نحتاجوا فيه الكرز. انا استعملت الكرز بيسك الموسم تاعو وماهوش غالي بزاف. تقدروا ثاني تستعملوا الفراز كيما بغيتو. الان نقولكم على المقادير على بركه الله. نحتاج فيه لتر من الحليب، 150 غرام من الارز المدور. كاين الارز الطويل، كاين المدور، انواع واشكال في الارز. انا استعملت المدور. حكمت غسلته 2 مرات وشللته مليح وعاودت لحته في لاكاسرول كيما هذه، درت له يطيب مليح. بعد ما طاب صفيته وخليته. 180 غرام من السكر، 2 ملاعق كبار من المايزينا، 2 ساشي دو سكر فانيي بوزن 7.5 غرام 7.5 غرام، 400 غرام من من الكرز. تقدروا تستعملوا 200 غرام من الكرز و200 غرام من الفراز، ولا ديروا كامل فراز ولا ديروا كامل كرز كيما بغيتوا، او الموسم تاعو ماهوش غالي. خليت حبات لهنا باش للتزيين. الان نبداو في الوصفه تاعنا على بركه الله. نبداو نضع الكرز تاعنا في لاكاسخول تاعنا ولا المرميطه تاعنا ولا واش تسميوها. نزيدوا له 3 ملاعق كبار من السكر، وفي هذا لاكاسخول نحكموا الحليب، نضيفوا الحليب، نزيدوا له الارز، نجيب شويه على الكاميرا باش تشوفوا. نزيدوا له السكر، ونزيدوا له النشا. ما تنساوش اني قلت لكم باللي الارز تاعنا سي ديجا كوي، طيبناه من قبل. نحركو مليح ونزيدو الفانيليا، دو ساشي دو سكر فانيي. كاينه حاجه نشطها لهنا واش هي ما نعرف، نحيها. فوالا، نزيد الثاني، نحركهم مليح. الان نروح نحطهم فوق النار. هذا بعد ما يعقد نطفي عليه الارز والكرز. نبقاو نحركو فيه حتى يطلق الجو تاعو ويولي لنا كيما المعجون. هذيك الساعه نطفيو عليه يحكم 31 دقيقه وهو فوق النار. نخليوه على نار هاديه متوسطه، مش طافيه خلاص ومش قويه بزاف، شويه شويه. الان نروح نوضعهم فوق النار ونولي لكم بعد ما يطهاو. فوالا، الارز تاعنا بعد ما عقد راكم تشوفوا الفقاعات هادو. الان نطفيو عليه ولهنا الكرز تاعنا بعد ما ولا لنا كي المعجون طاب مليح. الان نطفي عليه ونروح نبدا نقدمه. كما قلت لكم بعد ما طهى الارز مع التحريك المستمر هو والكرز، الان راح نبداو في التقديم. لي فيغين
ديالنا. نستعملوا اندوش كيما هذه، ونبداو نلوحوهم في لي فيغين. نعمروهم كامل، يجي شغل محلبي جو كخوا يديروه بلا بودر تاع الارز. هذا درناه بالارز، حبات الارز. نزيدو الرابعه، كيما راكم تشوفوا. الان نضيفلو الكرز من فوق، راهم في زوج سخونين. كيما راكم تشوفوا. العفو على الضجيج. هكا نكونوا كملنا. الان نزينو بحبات من الفوق هكا. كيما راكم تشوفوا، هذه هي وصفة اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. سهله، ما فيهاش حوايج بزاف. نتمنى تجربوها ونوصيكم خليوها في الثلاجه تبرد لمده طويله، ساعتين ولا 3 حتى 4 سوايع. كل ما تبرد التحليه تاعنا كل ما تجي مليحه. نتمنى تجربوها وتكون عجبتكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه تاعي وتخليوا لي لايك. وسلام، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.